مساء الخير طلبة طلاب الصف الثاني الإعدادي. هناخد مع بعضينا كده النموذج الخامس كده ويبقى احنا خلصنا. فركزوا معايا كده لشهر مارس. بيقول لي هنا أول سؤال: إذا كان 3 على m بيساوي 5 على n. طب قبل ما أبدأ الحتة دي ممكن أكتبها حاجة تاني. أكتب m على التلاتة بيساوي n على الخمسة. قلبت النسبة دي أقلب النسبة دي بيساوي بعض. ومديني m ناقص n بيساوي 6. عايز قيمة الm بكام؟ طيب ده سؤال سهل بس ركزوا معايا. هفرض كل ده بيساوي ثابت معين وليكن اسمه k. يبقى m بيساوي 3 في k. تمام. وn بيساوي 5k. يبقى m 3k وn ب 5k. طيب هو مديني معلومة هي اللي هتحل السؤال. مديني بيقول لي m ناقص n بيساوي 6. طب الm بكام؟ الm يا جماعة ب 3k ناقص الn عندي ب 5k. 3 وسالب 5 يبقى سالب 2k بيساوي 6. نقسم على سالب 2. لما اقسم على سالب 2 يبقى k هيساوي موجب على السالب يبقى سالب، يبقى 6 على 2 3. جبنا الكي بسالب 3. طب ما كده ما دام انا جبت الكي السؤال بقى سهل. اقول له m بيساوي 3k يبقى 3 في سالب 3 يبقى سالب 9. وكمان الn 5 في سالب 3 بسالب 15. هو عايز قيمة ايه؟ الm بسالب 9 يبقى سالب 9. بيقول لي إذا كانت x 2 و3 و4 وكانت r العلاقة بتاعتنا دالة. دالة يبقى الاتنين ده ليه صورة والتلاتة ده ليه صورة والأربعة ليه صورة واحدة. يبقى لازم ده يظهر كمسقط أول مرة وده مسقط أول مرة وده مسقط أول مرة في الزوج المرتب. تمام. بيقول لي فما قيمة A زائد B؟ طب هو مديني العلاقة. أنا عندي هنا ده اسمه المسقط الأول، ده اسمه المسقط الأول، ده اسمه المسقط الأول. عشان تكون العلاقة دالة لازم كل عنصر من دول يظهر مرة واحدة. التلاتة ظهر خلاص. يبقى إذا لازم الاتنين يظهر مرة. الاتنين هيبقى هنا أو هيبقى هنا مرة واحدة. يبقى يا هنا يا هنا. لو ظهر هنا ما يظهرش هنا. الأربعة يظهر مرة يا هنا يا هنا. يعني لو ده كان 2 هيبقى ده 4 أهو. لو ده اسمه 2 يبقى ده اسمه 4. طب لو كان ده هو الأربعة يبقى ده 2. يعني A زائد B هتبقى 2 زائد 4 أو 4 زائد 2. يعني A زائد B هيبقى الناتج كام؟ 6. يبقى عشان تبقى العلاقة دالة لازم الأرقام دي تظهر كمسقط أول مرة واحدة عشان لما أرسمها يطلع منها سهم إيه؟ 1. ممتازين. طيب ركزوا معايا. إذا كان أنا مديني المرة دي النسبة دي تساوي النسبة دي، يعني ده بيساوي ده، اثبت إن x على y بيساوي 3 على 5. هو عايز يجيب النسبة بين x إلى y. قلت عشان أجيب النسبة بين x إلى y لازم تظهر عندي x، يعني يبقى 7x في طرف ومثلا 3y في طرف أقدر أجيب نسبة. يبقى إذا هو عايز يثبت إن النسبة بين x إلى y بكذا. طب آخد المعطى بتاعنا ده وأعمل طرفين فسطين. المعطى اسمه إيه؟ 2x زائد 3 على 2x ناقص 3 بيساوي 2y زائد 5 على 2y ناقص 5. هعمل مقص بعد كده أجمع x في طرف وy في طرف. طب بالراحة يا أستاذ. ده في ده يبقى 2x زائد 3 في 2y ناقص 5 بيساوي 2x ناقص 3 في 2y زائد 5. طيب نضرب، يعني مضرب على مهلي. 2x هيتضرب في الكل 2x في 2y يبقى 4xy. 2x بسالب 5 سالب 10x. 3 في 2 ب 6y. 3 بسالب 5 سالب 15. 2x في 2y يبقى 4xy. 2x في 5 يبقى 10x. سالب 3 في 2 سالب 6y. سالب 3 في 5 بسالب 15. طيب ركزوا معايا. هبدأ أجمع. لو بصيت كده حاجة سالب 15 دي وسالب 15 لو اديت بعكس الإشارة هتبقى موجب تضيع مع دي. 4xy و4xy لو دي راحت هناك تروح بالسالب هتضيع مع دي. يبقى اتبقى هنا كام؟
سالب 10 إكس زائد 6 واي بيساوي 10 إكس ناقص 6 واي. نحاول نصغر كده عشان نلاقي مسافة نكمل فيها حل. نكمل. عندنا هنا سالب 10 إكس، هجيب الإكس دي تبقى سالب 10 إكس، دي سالب 6 واي قاعدة مكانها، هودي الواي دي تبقى سالب 6 واي، يبقى الإكس قاعدة مكانها ودي بعكس الإشارة، يبقى سالب 20 إكس بيساوي سالب 12 واي. كده بقت سهلة، عندي إكس في طرف واي في طرف. قلنا نعمل إيه؟ قلنا الإكس قاعدة مكانها، هتجيلها الواي مقام، سالب 12 مكانها، هتروح لها ال 20 مقام، يبقى إذا ده جبنا مقام واللي بيروح مقام. نختصر دي، سالب على سالب موجب، على الأربعة 3 على الأربعة 5، يعني أقسم على الأربعة تديني 3 على الأربعة 5، يبقى 3 على 5، يبقى إذا 3 على 5 وأثبتنا اللي هو عايزه. سؤال سهل برضه مش صعب، ركزوا معايا. يمثل الشكل المقابل بين المجموعة إكس وواي، بيديني إكس وواي، عناصر إكس أهو عشان نبقى عارفين نقرا، 2 و5 و7 و8، عناصر واي 5 7 6 4 3، المشترك أو التقاطع 5 و7. هو عايز يجيب إيه؟ شوف هو عايز يجيب إيه؟ عايز يجيب حاصل الضرب الديكارتي إكس ناقص واي في واي ناقص إكس. طيب بالراحة، إكس ناقص واي، إيه اللي في إكس ومش في واي؟ ألاحظ إن هو واضح هنا، الاتنين والتمانية بس في إكس ومش في واي، يبقى 2 و8 في واي ناقص إكس وإكس سوري، إيه اللي في واي ومش في إكس؟ 6 و4 و3، 6 4 3، خلاص. يبقى هنا دي واي في إكس موجود في واي ومش في إكس. نبدأ نضرب بقى، 2 يتضرب في الكل يبقى 2 و6، ادي زوج مرتب 2 و6، بعد كده 2 و4، بعد كده 2 و3، خلصنا من الاثنين 8، 8 و6، 8 و4، 8 و3، والسؤال خلص على كده. فهمناه؟ طيب. بيقول إذا كان اف اكس بيساوي كذا، مديني دالة خطية بتساوي سالب 3 اكس زائد 4، عايز اجيب اف سالب 2 زائد اف 2، ماشي، انا هجيب اف سالب 2 بس، وهجيب اف 2 بعد كده بجمعهم. يعني ايه اف سالب 2؟ اعوض عن اكس بسالب 2، يبقى سالب 3 في سالب 2 زائد 4، سالب 3 في سالب 2 بموجب 6 زائد 4 يبقى 10. طب نجيب اف 2، اعوض عن اكس ب 2، يبقى سالب 3 في 2 زائد 4، سالب 3 في 2 بسالب 6 زائد 4 يبقى سالب 2. طب انا عايز اجيب ايه؟ اف سالب 2 زائد اف 2، يعني دي زائد دي، هقول له 10 زائد سالب 2، موجب 10 وسالب 2 يبقى كام الناتج؟ 8، وخلصت على كده. طيب شوف سؤال تاني. عايز أحل المعادلة دي في الأعداد الحقيقية. جذر 5 إكس بيساوي 4 سالب 1، يروح بعكس الإشارة موجب 1، يبقى جذر 5 إكس بيساوي 5. قدام الإكس جذر 5 أقسم عليه في الطرفين، هنا ده ضاع كده. طب إزاي أتخلص من الجذر اللي في المقام؟ متفقين نضرب في الجذر بسطا ومقاما، يبقى إكس بيساوي 5 في جذر 5، يبقى 5 جذر 5، جذر 5 في جذر 5 يديني 5، تختصر دي مع دي، يبقى إكس طلعت بتساوي إيه؟ جذر 5. أكتب له مجموعة الحل بتاعتنا عبارة عن جذر 5. خلصت كده؟ خلصت كده. طب شوف كده سؤال تاني. بيقول لي ما مجموعة الحل المتباينة دي؟ بيقول لي هنا 5 أكبر من سالب إكس أكبر من سالب 3. طيب أنا قدام الإكس سالب 1، هقسم على السالب 1 هنا، أقسم على السالب 1 هنا، أقسم على السالب 1، بس أركز لما أقسم على سالب هغير علامة التباين. طب في علامتين نغير علامتين التباين، يعني يبقى موجب على السالب يبقى سالب 5، بدل أكبر هتبقى أقل، سالب على سالب موجب إكس، بدل أكبر هتبقى أقل، هنا هتبقى 3، دي معناها إكس أكبر من سالب 5 وأقل من ال3. يعني مجموعة الحل هنا عبارة عن إيه؟ أكتب الصغير الأول، مفيش يساوي يبقى مفتوحين، سالب 5 لحد 3.
فهمنا عملنا إيه؟ ده النموذج الأخير وشكرا.